أهلا بكم تاني معانا في مطبخ ميمو. النهاردة معانا منو الشعب المصري كله بيحبه، هو الفول المصري الأصيل بتاعنا. بس أنا هعمله طبعا الفول المحبب عندي، الفول بصلصة الطماطم. هنشوف هنعمله ازاي، يا رب يعجبكم. وقبل ما نبدأ دعمكم واشتراككم في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، ونذكر الله ونصلي على النبي. طيب، زي ما قلنا هنعمل فول بالطماطم او بصلصه الطماطم. وانا المكونات عندي بالنسبه للفول اللي بصلصه الطماطم، هو ما دام بعمل اي حاجه بالطماطم زي ما قلت لكم انا بحط شويه او طماطمايه فريش، ومعاها نص فلفل اللي هو الرومي الاحمر او الاصفر او الاخضر اللي موجود عندنا، فصين ثلاثه توم، وشويه بصل. بعمل ايه الاول بنزل بجيب طاسه وفيها شويه زيت، وبنزل بالبصل احمره الاول في الزيت. طيب بعد ما البصلايه اتحمرت كده معانا، بقوم جاي نازل بالبابريكا اهو، ونازل بالطماطم، ونازل بالثوم، وبرده بديهم تقليبه كده حلوه مع بعض مع البصل. طيب بعد ما الخضار ده كده كله مع بعضه اتحمر في الزيت، البابريكا والبصل والثوم والطماطم، بقوم جاي نازل بشويه صلصه اهم، ممكن نزود شويه ميه كمان اهو، ونقوم جايين نازلين بالملح، شويه فلفل اسمر، مع شويه كمون، مع شويه بقدونس جاف. لو فريش برضو يبقى احلى، بس اللي لقيته عندي اهو. ونديها تقليبه كده، ونقوم موطين البوتاجاز عليه خالص اهو. وده كان شويه فول مدمس عندي مجهزهم، بقوم جاي نازل في قلب الطماطم اهو، ونستنى عليه على البوتاجاز على النار الهاديه ديت حوالي 20 دقيقه بالظبط على نار هاديه خالص. كده يعتبر الفول بتاعنا جاهز بعد ما خليناه على النار حوالي 20 دقيقة. طيب أنا بعمل إيه بقى؟ ده طبعا حسب الرغبة، أنا بحب آكل الفول مهروس، فبجيب هراسة كده وهو على النار مفيش أي مشكلة، وبضغط عليه كده بهرسه بالهراسة. أنا بحب آكل الفول كده يا جماعة، سواء بالطحينة سواء بالطماطم، أنا بحب آكله مهروس وبهرسه كده وهو على النار مفيش أي مشكلة. ويعتبر الفول بتاعنا كده جاهز معانا على الأكل. وده كان الفول بتاعنا المصري الأصيل بتاعنا بالطماطم بعد ما خلصناه. أنا مش عارف، أنا الطريقة ديت اللي أنا بعتمد عليها بالنسبة للفول لما باجي أعمله، خاصة الفول بقوطة من غير البابريكا والبصل ما بعرفش أكله. أنا عارف إن في طرق كتير وفي ناس محترفة فيه بيه، بس أنا بالبابريكا والبصل ده بالنسبة لي مش فول بقوطة، لازم يبقى معاه البابريكا والبصل. بسم الله، أدوق كده بالعيش الشامي بتاعنا الجميل ده. بسم الله. خطير بصراحة. يا ريت لو كان الفيديو عجبكم ما تنسوناش بشير ولايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم مننا كل جديد، واشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. سلام عليكم.